كل سنة وانتم طيبين وبخير. هنعمل مع بعض النهاردة العاشورة، وهنعملها مع بعض بكل سهولة، وطريقتها بسيطة جدا. حتى لو مش عملتيها قبل كده هتعمليها معايا بكل سهولة، ما تقلقيش خالص، وهتطلع معاكي مظبوطة من أول مرة إن شاء الله. وهنعرف ازاي نسويها بطريقتها الصح، وكمان ازاي تطلعيها بقوام كريم وطعم جميل من غير أي مكونات مكلفة. وفيديو النهاردة هنعمل حاجتين: هنعمل الأول طريقة البليلة، بعد كده هنعمل العاشورة. واحنا هنعمل البليلة الأول لأن العاشورة أول خطواتها بتبقى زي البليلة، بعدين بنحولها العاشورة. ويلا بينا نشوف هنعملهم ازاي خطوة بخطوة مع أم عبد الله أتوم، أم عبد الله في البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأول حاجة هنبدأ نعملها وهي البليلة. ندخل على المقادير على طول. المقادير الأساسية لوصفة البليلة هي القمح المقشر أو الغل، والمكون التاني هو الرز المصري، وأنا استخدمت نص كيلو قمح، نص كوباية صغيرة رز مصري أو ربع كوباية كبير. واحنا هنستخدم المية بس ده حسب احتياج البليل، وهي تبقى من 4 ل6 كوبايات أو أكتر حسب الاحتياج. وهنحتاج سكر وده حسب الرغبة، بس أنا مش بضيف السكر على البليلة أثناء التسوية، أنا بضيفه وقت أكل البليلة، وده الأفضل عشان لو حطيت السكر على البليلة وقت التسوية السكر هيكرمل البليلة ومش هتستوي كويس. وندخل على الطريقة. ناخد القمحة والغلة وننقيها وننضفها كويس، نغسلها كذا مرة قبل ما ننقعها، بعدين نسيبها تتنقع في المية لمدة ليلة كاملة، ولو مستعجلة عليها تسيبيها 4 ساعات على الأقل. وده القمح بعد ما سبناه ليلة كاملة وصفناه من مية، وزي ما انتوا شايفين شكلها اتغير وحجمها اتضاعف. بعدين بنجيب الرز ونغسله كويس وننقعه في شوية مية لمدة من 10 دقايق ل15 دقيقة أو أكتر، مفيش مشكلة خالص. ده شكل الرز بعد النقع. نجيب حلة ونحط فيها كمية كبيرة من المية ونسيبها تغلي على النار، بعدين ننزل فيها الغلة أو القمح. وحاجة لازم تاخدي بالك منها، ان حجم الحلة اللي هتستخدميها يكون مناسب للكمية اللي هتعمليها فيها، لان القمح لما بيغلي بيفور ويكب ويبهدل الدنيا. وعشان نتجنب ده واحنا بنغطيها بنسيب الغطا موارب شوية، مش بنقفله بحكاية. نسيب القمح يغلي على النار لمدة نص ساعة. ده شكل حبة القمح او الغلة في اول الغليان. بعد نص ساعة من الغليان حبة القمح أو الغلة بدأت تفتح، بنزودها مية مغلية ونسيبها لحد ما تتشرب المية وتتفتح أكتر. ده شكل حبة القمح بعد نص ساعة أو ساعة. هتلاقي حبة القمح فتحت واستوت وزاد حجمها، لما بتضغطي عليها هتلاقيها مستوية. نحط الحلة مرة تانية على النار ونضيف لها كمية كبيرة من المية، وأول ما تبدأ تغلي بنضيف لها الرز المنقوع ونقلبهم مع بعض ونسيبهم لحد الرز ما يستوي، وكل شوية بنقلب البليلة علشان الرز ما يلزقش في الحلة وتتحرق منك. بعد الرز ما يستوي في البليلة هتكون البليلة جاهزة للأكل أو التخزين في الفريزر. نحط البليلة في أكياس بالحجم والكمية اللي تحبيها، نحطها في الفريزر، وقت ما تحتاجيها تطلعيها من الفريزر وتسيبيها تفك كويس. ونحط البليلة مع كوباية مية في حلة على النار ونقلبها لحد ما تغلي عشان مش تلزق منك في الحل. تقدري تضيفي لها لبن وسكر وهي بتسخن على النار، ولو مش موجود عادي، هي كده كده طعمها حلو في الحالتين. واحنا كده نكون جهزنا البليلة وعرفنا ازاي نفرزها ونستخدمها لوحدها كبليلة عادي. ودلوقتي هنعمل منها العاشورة. ودلوقتي قبل ما نبدأ نحول البليلة العاشورة، انا زي ما شفتم عملت نص كيلو قمح وعمل معايا كمية كبيرة خالص من البليلة. فلو حولنا كل كمية البليلة دي لعاشورة هتعمل معانا كمية كبيرة جدا من العاشورة. فلو مش حابة تعملي نص كيلو قمح كله او بتجربيها لسه لأول مرة، تقدري تستخدمي كيس واحد من البليلة وتفرزي باقي الكمية وقت ما تحتاجيها تلاقيها. وكمان انا هقولك دلوقتي مقادير ربع كيلو قمح تقدري تعملي بيه العاشورة، هيعملك كمية كبيرة خالص. ندخل على المقادير على طول. ربع كيلو قمح مقشر او غلة،
3 معالق كبار نشا، معلقتين كبار لبن بودر، ودول مش بستخدمه الا اذا كان اللبن بتاعي مش دسم. قشطة وش اللبن، ودي هستخدمها او هستخدم اللبن البودر، مش بستخدم الاتنين مع بعض. كيلو لبن جاموسي كامل الدسم، 4 كوبايات، كوباية سكر او اكتر حسب الرغبة، نص كوباية صغيرة رز مصري او ربع كوباية كبيرة ظرف فانيليا. ندخل على الطريقة. هنعمل ربع كيلو القمح او الغلة، هنعملها بليلة بنفس خطوات فيديو البليلة لحد ما نوصل ان القمح والرز يستووا مع بعض زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بعد كده نحط البليلة تغلي على النار ونهدي النار ونبدأ ننزل لبن عليها واحدة واحدة، واحنا بنشيل من اللبن كوباية واحدة على جنب ونقلبهم في بعض كويس. ناخد كوباية اللبن ونحط عليها 3 معالق نشا وندوبهم في اللبن كويس، ودي بنحطها على البليلة واللبن قبل ما يغلي علشان مش يكلكع معاكي. ننزل القشطة او وش اللبن على العاشورة ونقلبها مع العاشورة كويس. بعدين بننزل كوباية اللبن والنشا على العاشورة مع التقليب المستمر. بعدين بنضيف ظرف الفانيليا ونقلب مرة تانية ونسيبها لحد ما تغلي. ننزل عليها بكوباية السكر ونقلبهم في بعض، واحنا مش بنحط عليها السكر قبل المرحلة دي عشان السكر مش يشيط منك او يتكرمل في الحل. بنقلب العاشورة على النار ونسيبها لحد النشا ما يستوي فيها زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وده شكل العاشورة بعد ما خلصت. بنقدمها في اطباق او علب زي ما تحب، ممكن نزين وشها بالمكسرات او من غير حاجة خالص. وزي ما انتوا شايفين في الفيديو الربع كيلو قمح عمل كمية كبيرة خالص ما شاء الله. وبكده نكون خلصنا العاشورة بطريقة سهلة جدا زي ما قلت لكم، وكمان تقدري تقدميها كتحلية باردة في الجو الحر ده، هتبقى جميلة جدا. وفيديو النهاردة كان فيه وصفتين زي ما شفتوا، تقدروا تعملوا كل وصفة لوحدها. وحابة اقول لكم ان البيا والعاشورة من الوصفات المغذية والمفيدة جدا والمشبعة، تقدري كمان تقدميها كفطار او عشاء. اتمنى تجربوهم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.